سن السكاكين وسنتر بين الشمال واليمين، عشان دي فتة المصريين في العيد بتفاصيلها من اصغرها لاكبرها زي ما اتعلمناها من اللي قبلنا. لحمتنا المناسبه للفته زي الفلانك او الرقبه او حتى المتوفر معاك، زي ما امي الله يرحمها ويرحم امواتنا جميعا كانت بتقول لي اللي بين ايديك هيحلق لما هترضى بيه. هنقطع اللحمه لمكعبات متناسبه للفته، وعاده بتكون حجمها اكبر من المكعبات المعتاده. عايز تشيل اي دهون كتير ملهوش لازمه براحتك، لكن لو تسمع مني خليك بين البنين. عشان بعدها نجيب حلتنا اللي منوره حياتنا وننزل بمعلقه محترمه من السمنه وسنتوفه زيت، واول ما يبدا يسيح ننزل بعود قرفه وورقتين لورا وكام فص من الحبهان، عليهم حبه فلفل حصى، وده عشان يساعد انه يضيع اي زفر لو فيه. ولو عندك مستكه حط، مش هتقولك لا وهتحلى اكتر، لكن لو ما عندكش ننزل باللحمه تاخد صدمتها من كل اتجاهات. وده ليه يا ابو الجوارح بندي للحمه الصدمه عشان تقفل مسامها وما تنزلش ميه ولا زفر. وفي الاثناء ده هنكون قطعنا شويه بصل هيلزمونا نحطهم على اللحمه وعليهم شويه سكر يساعد في التسويه ويساعد في كرمله البصل. بعد تقليب وتشويح حبه محترمين وتحس ان اللحمه خلاص خدت لسوعتها من كل اتجاهاتها، نغرقها في الميه المغليه لحد ما نغطي وبزياده ونخلي النار لا عاليه ولا واطيه زي بعضهم اللي في حياتنا. وكل ما تحس ان الميه نقصت واللحمه لسه ما استوتش، عادي جدا تقدر تزود شويه ميه، لكن ميه سخنه مغليه. وقرب تسويه اللحمه وحسب القطعيه هتاخد منك من ساعه لساعه ونص. هنملحها حسب الرغبه وندخل في المرحله الثانيه. احلى صلصه فته فيها كل المتعه. كيلو طماطم مقلوظ ومغسول ومتنضف يتقطع ونسقطه في الكبه، وعليهم شويه هريسه حار للانتعاش، ونبدا نضربه ضرب مبرح. في النص نزود شويه ميه عشان مش عايزينها برده تقيله زياده عن اللزوم، والكميه حلوه وتكفي لما تصلي على الحبيب لاجل قلبك يطيب. ولو نسيت اللايك بفكرك كعادتنا. عشان نجيب حلتنا وننزل بسكه سمنه وسنتوفه زيت ومعلقتين كبار من الثوم المفروم، وننزل بربع كوبايه خل، واول ما تسمع الطشه وتشم الريحه انزل بالطماطم في الاستخبص وبهرها بالاتي. معلقتين كبار من الصلصه، عليهم معلقه من الملح ومعلقه فلفل اسود وكزبره ناشفه وبهارات لحمه ورشه جوز الطيب عشان الحياه تطيب، ونص معلقه من السكر، وده عشان نوزن الحموضه، ونسيبهم ياخدوا التسبيكه بتاعتهم على نار هاديه لحد اما تبقبق. عشان الناحيه الثانيه نعمل الرز المصري الاصيل للفته. نرفع اللحمه اللي اتسلقت من الشوربه ونستخدمها في تسويه الرز كالعاده، سنتوفه سمنه وسكه زيت، وننزل بفص حبهان ونص عود قرفه وتشويح، وعليهم كوبايتين رز مصري، والرز مغسول كويس ومتنشف مش اكتر، عليهم رشه ملح وتشويح حبه، وبعدها نغطيه بالشوربه ونسيبهم على نار فوق المتوسطه بشويتين لحد اما الشوربه تتشرب، وبعدها نهدي النار لحد اما يستوي ونطفي عليه، وقرب السوى يكمل تسويته بالبخار لما نرفعه من على البوتاجاز. وعشان نجهز اكلتنا بشكلها النهائي ناخد اللحمه تشويحه في حته سمنه تعمل ريحه فضيحه، وناخد العيش البلدي مكعبات عليهم رشه ملح وفلفل اسود ومعلقه زيت زيتون، ونقلبهم في بعض ويدخل قلايه ياخد تحميص عشان نحافظ على الضوء. عشان في الختام تنزل بالطبق بكل التفاصيل اللي اكيد كلنا عارفينها، لكن الاكيد ان ريحتها وطعمها كالعاده زي ما بقولها لك هتفكرنا باللذيذ.